العواصم العربية كلها متجهة ناحية الدوحة، والأنظار متعلقة بالقمة العربية الإسلامية الطارئة اللي منعقدة هناك. الكل بيسأل إيه اللي ممكن يطلع من القمة دي، وهل هتكون مجرد خطابات وشجب زي ما تعودنا، ولا فعلا في قرارات صلبة ممكن تغير موازين القوة في المنطقة، خصوصا بعد استهداف الكيان للعاصمة القطرية بشكل مباشر. تعالوا مع بعض نعرف أهم وأغرب القرارات اللي ممكن تطلع من القمة العربية. القمة دي اتسمت طارئة لأنها بتيجي في لحظة حساسة جدا بعد الضربة اللي حصلت للدوحة، واللي بعتها الكيان كرسالة واضحة إن أي بلد عربية تستضيف شخصيات أو قيادات من الفصائل هتكون في مرمى الاستهداف. وده معناه إن السيادة العربية نفسها بقت مهددة بشكل مباشر، وده السبب اللي مخلي الكل مترقب إيه اللي ممكن يطلع من قمة الدوحة. المحللين السياسيين شايفين إن أهم سيناريو ممكن يطلع هو قرار بتأسيس قوة عربية موحدة أشبه بالناتو العربي. الفكرة دي اتطرحت قبل كده كتير لكن عمرها ما لقت اجماع. النهارده الوضع مختلف لان استهداف الدوحة بيأكد ان اي بلد عربية حتى اللي عندها علاقات قوية بالغرب او فيها قواعد امريكية مش محمية، وده معناه ان لازم يبقى في ردع عربي مستقل. بعض التوقعات بتقول ان القمة ممكن تبدأ بخطوات تدريجية زي تفعيل قوة درع الجزيرة او اعلان بيان تأسيسي لقوة دفاع عربية مشتركة، ولو ده حصل يبقى خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل العربي المشترك. بس برضه في اصوات تانية شايفة ان القمة هتنتهي ببيانات قوية لكن من غير فعل على الأرض. النقطة الثانية اللي بيتكلم عنها الخبراء هي مصير اتفاقيات أبراهام اللي وقعتها بعض الدول الخليجية مع الكيان، ودي من أكتر الملفات الحساسة. في محللين شايفين إن تجميد أو تعطيل الاتفاقيات دي هيكون رسالة قوية إن أي تجاوز من الكيان ليه ثمن سياسي واقتصادي، لكن في نفس الوقت في مصالح أمريكية وضغوط ممكن تمنع خطوة زي دي من الناحية الاقتصادية. دول الخليج عندها ورقة ضخمة، صناديقها السيادية اللي فيها تريليونات الدولارات ممكن تستخدمها كورق الضغط عن طريق مقاطعة شركات ليها مصالح كبيرة مع الكيان أو حتى توجيه الاستثمارات لأماكن تانية بدل الأسواق اللي بتدعمه، وده ممكن يوجع الاقتصاد بتاعه بشكل غير مباشر. أما على الجانب الدبلوماسي فالخيارات مفتوحة قدام الخليج، بداية من تخفيض التمثيل الدبلوماسي لحد التوجه للمحاكم الدولية، خصوصا إن قطر قدرت تخلي مجلس الأمن يطلع بيان إدانة بالإجماع ضد الهجوم، وده في حد ذاته نقطة قوة ممكن تتبني عليها مواقف أكبر. اللي لافت للنظر كمان إن الإمارات اللي تعتبر أكبر دولة خليجية للكيان خدت موقف حاد جدا بعد الهجوم. الشيخ محمد بن زايد نفسه راح الدوحة بعدها بيوم والتقى بقيادات خليجية، وكمان الإمارات استدعت دبلوماسي من الكيان علشان توجه ليه إدانة مباشرة، وده معناه إن المزاج الخليجي العام بيتغير وممكن يكون في اتجاه تنسيق أعلى، اللي بيأكد خطورة المشهد إن استهداف الدوحة مش مجرد حادثة معزولة. قبل كده حصل استهداف في بيروت ودمشق وصنعاء، وده بيأكد إن الخطر مش بعيد عن أي عاصمة عربية. ده السبب اللي بيخلي القمة الحالية مختلفة عن اللي قبلها، لأن العرب لأول مرة بيواجهوا تهديد مباشر بيستهدف أمنهم الجماعي مش مجرد أزمة في بلد واحد. المحللين بيقولوا إن السيناريو الواقعي هو مزيج بين كل ده، يعني مش هيكون في قرار نهائي وصريح بإنشاء قوة عربية كاملة من أول يوم، لكن على الأقل ممكن يتفقوا على خطوات عملية زي إنشاء قيادة عسكرية مشتركة أو دمج أنظمة دفاعية أو حتى إعلان تشكيل لجان متابعة لتنفيذ قرارات القمة. وفي النهاية الكل متفق إن القمة دي اختبار حقيقي، لو خرجت بقرارات حقيقية وملموسة ممكن تفتح صفحة جديدة في التاريخ العربي وتعيد هيبة القرار الجماعي. ولو انتهت ببيانات إدانة بس يبقى الكيان هيفهم إن الطريق مفتوح لتكرار الهجوم في أي عاصمة تانية، وساعتها الوضع هيكون أخطر بكتير.